السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة ميد ستوريز. كنتمنى تحط واحد اللايك واشترك باش تكون من اول الداعمين لهاد القناة اللي غادي تكون خاصة بالقصص، وكنتمنى تقبلوا عليا وتعجبكم هاد القصة. نبداو على بركة الله. صعيب تزاد وتلقى راسك في واحد البلاصة سميتها المغرب المنسي، وما عمرك شفتي الناس من غير هادوك اللي ساكنين في الدوار، وغير باش تجيب الماء غادي خصك نص نهار ديال الطريق. ما كتعرف لا ماء لا ضوء، والريزو خلاص ما ندويوش عليه. الانترنت ما عرفتيش كيفاش داير اصلا. التليفونات ما عندهمش الدوار. المشكله هي تكون كظن بلي الدنيا كامله دايره بحال هذيك البلاصه اللي انت عايش فيها، وافضل بلاصه عندك هي السوق الاسبوعي اللي كيتجمعوا فيها الدواور، اللي كتفصل بينك وبينه واحد 15 كيلومتر ديال الطريق، اللي غادي تخصك على الاقل واحد 3 سوايع حتى ل4 غير باش توصلوا. اسمحوا لي الخوت زربت عليكم، ولكن هذا هو الواقع المعاش ديال شي ناس، الله يكون لهم في العون. غادي نرجع بكم 25 عام للور، في واحد النهار ديال الاربعاء اللي كيعمر فيه السوق الاسبوعي. دابا احمد غادي يكون غادي للسوق وخارج مع الفجر باش يلا غادي يوصل في الوقت. فاش وصل ربط البهيمه ديالو ومشى كيتقدى داكشي اللي خاص الدار. واحد شويه وقف عليه واحد ولد خالته، شحال هادي ما شافو. المهم تسالموا بيناتهم ومشاو للقهوه يفطروا، وبداو كيهضروا في شي مواضيع. واحد شويه ذكروا حس الزواج، وقال لي احمد صراحه عندي واحد الولد بغيت نتزوجه ومازال ما لقيتش ليه شي بنت الناس. قال لي الحسن انا عندي واحد البنت عزبه وواصله على الزواج. صافي ديك الساعه قراو الفاتحه تمانيت وداروا نهار العرس. الخطوبه ما كايناش الخوت. صافي هنا كل واحد مشى لدارو، وسعيد اللي ما عرفها باش مقوفله، وهاد سعيد هو العريس. ما قالوا ليه راه غادي نجوجوك تا بقات يومين للعرس، وتا هو ما على بالوش كاع ما مسوق. المهم وصل نهار العرس تزوجوا، ومن بعد شهر غادي تكون مرات سعيد كتحس بالدوخه وكيجيها التقيه. ما فهمت والو. فاش مشات سولات مو سعيد اللي هي عدوزتها، قالت ليها وقيلا راك انتي حامله. وهنايا انا غادي نبدا نتكون في الكرش ديال الوالده، وغادي نكون انا هو اول مولود في هذيك الدار. جدي والوالد ما قداهم فرحه، خصوصا جدي حيتاش كان كيحلم يكون عنده حفيد. داكشي علاش فين ما شاف الوالده كدير شي حاجه ولا بغات شي حاجه ثقيله كيجري عليها، كيقول لها غير سيري تجلسي. المهم دازت الايام والحماله ديال الوالده بيا غتكون دابا دازت عليها واحد 5 شهور. هنايا انا غادي نكون كنتحرك وما بقى ليا والو نخرج لهاد الدنيا. هنا بديت كنسمع الاصوات وبديت كنميز الصوت ديال الوالده، وكنعرفها واش فرحانه ولا مقلقه. وبقوه ما فرحانين بيا حتى انا تحمست واحد شويه. ما كنتش من العاجزين وقلت لهم راني خارج عندكم دابا. في واحد الليله غتكون بقى الوقت الولاده 21 يوم، ولكن الوالده غادي يشدها الوجع وغادي تبدا تغوت باحر جهدها. المهم جات عندها عدوزتها وواحد 2 جارات عاونوها تا ولدات. وهنا غادي تكون اول غوته لشي بيبي في هذيك الدار. الوالد فاش سمعني كنغوت ما قدا فرحه حتى كان غادي يدخل، غير جاب الله شدو جدي. المهم فاش سالاو داكشي ديالهم عطاوني للوالد وبدا كيأذن ليا في ودني. دازت واحد 3 ايام دوزو ليا واحد السبوع مطرطق ذبح فيه جدي واحد العجله صغيره.
وجوج حواله. المهم بديت كنكبر شويه بشويه، وفاش كانت عندي 4 سنين واحد المره جدي بغى يمشي للسوق ولصقت فيه، حيت كان جدي عزيز عليا بزاف. نقدر نقول لكم اكثر من الوالد، حيتاش هو اللي كيخرجني وكيلعب معايا وكيدير لي اللي بغيت. صافي خرجنا في داك النهار وخرجنا باقي الظلام. فاش وصلنا للسوق جاني داكشي عجب، حيت كما قلت لكم في الاول ما كتشوفش بنادم. المهم كنشوف مولين الخضره، وبغيت نقول لكم مولين الديسير، ولكن ما كنعرفوش شنو هو الديسير في هذاك الدوار. وإلا سمعتوا الخضره ما تصحابوش شي حاجه، راه كاينه غير البطاطا والبصله وخيزو. المهم دوك الخضر اللي كيزرعوهم الدواور، كل واحد المحصول اللي عنده كيجنيه وكيجيبو يبيعوه في السوق. انا كانوا فيا بزاف ديال الاسئله، وكنت كنهبش بزاف فين ما بنت ليا شي حاجه غريبه بحال الميزان ولا الكيلوات. المهم داكشي اللي ما عمرني شفتو كنمشي نهبش فيه. المهم ما علينا، مشينا للقهوه باش نفطرو انا وجدي. واحد شويه جبت واحد نص كيلو وبديت كنلعب به. شافني جدي تصدم، قال لي منين جبتي هذا؟ قلت لي راه هزيته من عند هذاك الراجل اللي شريتي من عنده اللفت. بدا كيغوت عليا وانا تخلعت. صافي رجعنا عنده، لقينا الراجل مسكين كيقلب عليه. لقينا يلا كيجمع شي حجرات في ميكا باش يديباني بيهم. حتى رجعوا ليه جدي وقال لي الله يرحم ليك الوالدين. قال لي جدي سمح لينا، راه هاد البعلوك كيطير من بلاصتو. قال لي داك الراجل ماشي مشكل، الدنيا هانيه. المهم رجعنا للدار وجدي بدا كيعاود لهم داكشي اللي درته وكيتشكى مني ليهم. وفاش عاود ليهم اللقطه ديال الكيلو خراو بالضحك. المهم الايام كدوز وانا كنكبر. فاش درت 6 سنين في العمر ديالي، جدي قال لي انت خصك ضروري تمشي تقرا في الجامعه، وهزني فوق البغله ديالو، داني عند الفقيه قال ليه طلع ليا في هذا الدري. وداك الفقيه كان غير مخنزر صراحه، الله يسمح لي ما حملتوش، ما عرفتش علاش. مشيت دخلت للجامعه وغادي نلقى واحد الدري فايت ليا شفتو شي 3 المرات ولا 4. وهاد الدري هو عبد الله ولد خالي. فاش شافني بدا كيفرنس، حتى انا مشيت حداه وجلس. مسكين جاب لي واحد اللوحه وعطاها ليا وبدا كيوريني في الحروف. المهم دازت الايام في داك الجامعه، وداك الفقيه اللي قلت لكم ما دخلش ليا لخاطري مسخوط الوالدين كان كيضحك على العيالات. كان كيقول لهم غندير لكم السبب باش المهم كل وحده عليهاش كتجي. اللي بغات راجلها يولي كيبغيها، اللي بغات تفرق الشمل ديال شي وحده هي وراجلها. المهم ان كيدهن عظيم. العيالات وما يديروا. كنا انا وعبد الله خالقين في داك الجامع، وكل نهار كنديروا شي مقلب في شي دري، كنضحكوا عليه حتى كنبغيو نخرجوا. واحد النهار طلع لينا داكشي ديال الدراري في الراس وحطينا على الفقيه مسخوط الوالدين ما كانش كيقرينا، كان كيدخلنا لذاك الجامع كيعطينا اللوحات ديالنا وكيمشي يدخل لذاك البيت كيمارس فيه الشعوذه. واحد المره خلينا تما وكان واحد الواد قريب للجامع. فاش خرجنا نديرو الاستراحه ديالنا وكل واحد كياكل الخبز اللي جاب معاه في ميكتو. مشينا انا وعبد الله كندورو، مشينا لجهه الواد وبنت لينا واحد اللفعه بحال هذوك اللي كيكونوا في الماء، ما كيكونش فيهم السم ولكن كبيره بزاف. فاش كتشوفها كتخلعك صراحه. هذاك المسخوط ديال عبد الله ما كانش كيخاف، مشى ليها شدها من الراس وقال لي اجي عاوني، وانا كنت كنقفقف بالخوف. صافي زعمت ومشيت هزيتها معاه. قلت ليه فين غنديوها؟ قال لي تبعني واسكت. صافي بقينا غاديين توصلنا حدا الجامع ومشينا درنا للجامع لواحد الباب كاين تما صغير كيدخلوا منه دوك العيالات اللي كيجيو عند الفقيه. المهم انا وعبد الله دخلنا ودخلنا معنا هذاك الحنش، حطينا الفقيه تحت الهيدوره ديالو. وفاش دخلنا كنقراو هو بدا يبان علينا وما كيقرينا صراحه حتى وزه. فاش مشى للبيت يجلس وصل الهيدوره ديالو وسمعناه كيغوت، وحنا بدينا كنخراو بالضحك ودوك التلاميذ الاخرين كيتعجبوا
وعارفين حنا هما موليها، شكون اللي غيقدر يديرها من غيرنا. المهم فاش خرج الفقيه تبعو داك الحنش، وهنا الدراري عارفين السبب اللي خلاه كيغوت بحال هكاك. وصراحة الفقيه ما شكش فينا، والدراري اللي كيقراو معانا ما يقدروش يبيعوا بينا، حيت كنترجلوا معاهم في شي مواقف حتى حنايا، ولا وقيلا غير خايفين منا نديروا ليهم شي بلان عاوتاني. وانا كنظن واقيلا باللي الاحتمال الثاني هو اللي وارد. المهم دازت الايام على هذا الشيء. واحد المره رجعت من الجامع لقيت جدي مريض بزاف. فاش سولت قالوا لي راه طاح من البغل وتهرس. صراحه جدي كان عزيز عليا بزاف وبقى فيا الحال، ولكن ما عندي ما ندير ليه. كما قلت لكم الدراري، حنا في واحد البلاصه كيقولوا ليها المغرب المنسي. السبيطار ما عندناش، وما عندنا حتى شي حاجه خاصه بالدوله، غير واحد الجبار جا حزم لجدي الرجل. المهم دازت واحد السيمانه جدي كيتزاد عليه الحال، وانا حاسس بلي غادي توقع شي حاجه. واحد النهار فاش رجعت من الجامع لقيت الجوقه قدام الباب، وهنايا قلبي تزير عليا وعرفت بلي غادي تكون شي حاجه وقعات. فاش لقيت الوالد جالس قدام الباب وكيبكي، هنا تأكدت 100% باللي وقعت شي حاجة. دخلت للدار لقيت جدة كتغوت وكتبكي. فاش دخلت للبيت اللي كان فيه جدي لقيتهم مغطينو بواحد ازار بيض، وهنايا حتى انا تصدمت. صراحة ما عرفتش علاش ما بكيتش، الدموع ديالي نشفوا ما بغاوش يهبطوا كاع، وكنت في واحد حالة صدمة اللي صعيبة بزاف. المهم داو جدي ودفنوه، داروا ليه صداقة. دازت ليا وانا ما كنتش كنخرج من البيت وما مشيتش للجامع حتى لواحد الليله، وبديت كنغوت وكنبكي كنقول علاش جدي خليتيني. دابا انا شكون غادي يبقى يديني للسوق؟ شكون اللي غادي يبقى يلعب معايا؟ وانا نسيت ديك اللحظه باللي راه عندي با، ولكن ما كنتش مربي عليه الكبده بحال جدي. المهم مورا هادشي اللي وقع وليت شويه، وبدا الوالد كيصيفطني للجامع. بديت كنتلاقى عبد الله تما، وما كانتش راشقه ليا على داكشي اللي كنا كنديرو في الاول. صافي الجامع طلع ليا في الراس وما بقيتش باغي نقرا. وعبد الله حتى هو قال لي حتى انا ما بقيتش باغي نقرا وغادي نخرج من هاد الجامع. صافي داكشي اللي درنا انا وياه، خرجنا من الجامع. وراكم عارفين الخوت في الدوار الا ما كتمشيش للجامع عارفه شنو كيتسناك. غادي تبدا تجيب لهم الحطب للدار وغتبدا تسرح للبهايم. انا وعبد الله كان كيتسنانا نفس المصير، كنسرحوا البهايم انا وياه. هو كيخرج البهايم ديالهم وانا كنخرج البهايم ديالنا، كنديهم واحد الغابه. المهم كنتلاقاو تما حكم انه بعيد عليا شويه، وكيمشي معايا مره للدار. كنتغداو وكنعاودو نرجعو البهايم يسرحوا. واحد النهار كان عبد الله مريض، ومشيت عند خالي جبت البهايم ديالهم. من بعد ما خرجت البهايم ديالنا خرجتهم مجموعين وديتهم لداك الجبل اللي كنسرحوا فيه انا وعبد الله، حيت عبد الله كان مريض بزاف وما قادش ينوض من الفراش. وانا كانت عندي واحد المعزه عزيزه عليا بزاف، كانت ما كتفارقنيش، ديما كتجلس حدايا. فاش ما كيكونش عبد الله كندوز معاه الوقت غير هي. وداك النهار ما كانش عبد الله كما نتوما عارفين، وانا بقيت كنلعب مع ديك المعزه وهي بقات كتنقز على ظهري. المهم ما كتخلينيش نجلس، وانا نسيت البهايم ديك الساعه وبديت كنلعب حتى طاح الظلام. صافي جمعت البهايم وتميت راجع. خالي لقيته في الطريق كيتسنى البهايم ديالو. فرقناهم ديك الساعات وداو البهايم ديالو، وانا رجعت ديالنا للدار. الوالد كل نهار كنرجع البهايم كيمشي يحسبهم يشوف فيك ما ناقصه شي نعجه ولا شي معزه من تما. وفي ديك الليله بالضبط الوالد مشى حسبهم لقى جوج نعجات ناقصين. بدا كيغوت عليا وقال لي فينا هما، وانا ما عرفتش فين غادي يكونوا مشاو. وتفكرت في ديك اللحظه اللي فرقنا فيها انا وخالي البهايم، قلت غادي يكونوا دازو غير عنده. الوالد ما عقلش عليا ولا قال لي حتى الصباح. خرجني في ذاك الليل وقال لي سير غادي تجيبهم دابا ولا ما غاديش تبات في الدار. المهم مشيت عند خالي بديت كندق عليه، قلت ليه واش واحد جوج نعجات ما دازوش عندك، راه خاصيني في الغنم ديالنا. صافي مشى دخلت
البلاصه فين كيدير الغنم ديالو، وهنا ما لقيتهمش. قلبي بدا كيضرب حيت عارف باللي الوالد ما غاديش يدخلني وإلا قال شي حاجه كيديرها. صراحه كنت كنخاف واحد شويه، ولكن الخوف من الوالد كان طاغي على الخوف من الغابة والظلمة. ومشيت كنقلب في ديك البلاصة اللي كنت سارح فيها وديك الطريق اللي دزت منها. وصلت واحد البلاصة، هنا غادي نتصدم، غادي نلقى واحد النعجة من هادوك الجوج كيقصيو فيها شي كلاب. وهنايا تميت راجع بشوية باش ما يشوفونيش، حيت هادوك الكلاب غير ديال الغابة وإلا طاحوا في بنادم كيفرسوه. تميت راجع باللورة وزطمت على واحد العود وهرستو. هنا دوك الكلاب كلهم تلفتوا لعندي، غادي يكونوا شي 13 كلب ولا 15. هنايا درت واحد الغلط اللي كبير بزاف وبديت كنجري، ولكن اش غادي تجري؟ مستحيل تكون كتسبق هادوك الكلاب. واحد شويه شدوني من رجلي وطيحوني، وكل واحد منين كيعض حتى بديت كنسمع الحجر كيدوز من فوق راسي كيصفر. ودوك الكلاب كلهم هربوا. فاش هزيت راسي بان لي عبد الله واقف حدايا، وانا تعجبت ديك الساعات كيفاش عرفني راه كاين انا تما. وصراحه كون ما كانش هو كون كلاوني هذوك الكلاب. فاش سولته قال لي راه امك جات كتقلب عليك، وقال لها با راه مشى للدار، جا عندي قبيله ولكن راه واقيلا رجع للدار. وانا ديك الساعات ما كنتش رجعت للدار، والوالده كانت حاسه بلي واقع عليا شي حاجه. هنايا فين عبد الله خرج وما شافو حتى واحد، وبدا كيقلب عليا ولقاني من تحت هذوك الكلاب كيعضوا. المهم فاش مشيت للدار قلتها للوالد بقى عليا بالهضره وما تعشيتش ديك الليله. مشيت نعست ديريكت وسمعتو، مشيت نيشان نعست وسمعتو كيقول الوالده هذيك المعزه هي اللي خارجه عليه، حيت الوالد كان عارف باللي كنت مربي الكبده على هذيك المعزه وكنت كنلعب معاها. قال لها ولكن غدا غادي نديها للسوق نبيعها. انا كنت يسحبني غير كيضحك ولا غير كيهضر باش يسمعني الهضره ونتخلع. ولكن صباح الصباح وفوقيت الفجر الوالد مشى هز ديك المعزه فوق البغل، داها باعها في السوق. وانا ديك الساعات بقيت كنبكي. قلت علاش كتحرموني من اي حاجه عزيزه عليا؟ علاش؟ اشنو درت انايا؟ واش انا اللي عطيت هذوك النعجات للكلاب؟ واش انا اللي قلت لهم ياكلوهم؟ هذا راه ماشي الذنب ديالي. صراحه بقى فيا الحال بزاف ومشيت نسرح كيف العاده. تلاقيت مع عبد الله تا هو جايب الغنم ديالو. قلت ليه اخويا عبد الله انا غادي ندير شي حاجه هاد الليله. بقى كيشوف فيا قال لي شنو غادي دير؟ قلت ليه غادي نهرب من الدار وصراحه ما عرفتش فين غادي نمشي. قال لي يا عبد الله انا صراحه كنت كنتمنى نمشي للمدينه. قلت ليه يلا نمشيو انا وياك بزوج. قال لي انا ما نقدرش نخلي الوالده راها مريضه. قلت ليه صافي انا غادي نمشي بوحدي، المهم ما غاديش نبقى في هذيك الدار. وعبد الله كان ما متيقش حيت عارفني انا خواف، ولكن في هذه اللحظه ما بقى كيبان ليا والو غير نخرج من الدار. مشيت للدار حطيت الغنم، والوالد كيف العاده جا حسبهم ولقى داكشي هو هذاك. وبقيت انا كنشوف الوالده وكنقول لها في خاطري اسمحي لي الوالده، ولكن انا ما غاديش نبقى في الدار، غادي نمشي ندبر على راسي. ديك الساعه كانت في عمري 13 عام، كان كيحسب لي راسي صافي كبرت ووليت راجل. صافي خليت كلشي تنعس، جمعت واحد الكموسه جمعت فيها الحوايج القدام ديالي وتميت خارج من الدار بالحس باش ما يسمعني حتى واحد. خرجت بقيت غادي، تبعت على الدوار بزاف وتلفت اليمين واليسار ولقيت دايره بيا غير الغابه. صراحه كنت خايف يخرجوا لي عاوتاني الكلاب، ولكن بقيت غادي تصبح الصباح. بقيت غادي وما عارفش فين غادي نمشي. كنحس براسي كندور غير بلاصتي. واحد شويه لقيت واحد الراجل غادي فوق الحمار ديالو. قلت ليه عمي عافاك بغيت نسولك، انا بغيت نمشي للمدينه وما عارفش الطريق. قال لي سير ولدي رجع لداركم، اش غادي تمشي دير في المدينه؟ راه انت باقي صغير.
بقيت كنشوف فيه وقال لي اجي طلع نوصلك لداركم. صافي عطيتو بالظهر وتميت غادي. بدا كيعيط عليا. قلت ليه انا بغيت نمشي للمدينه، كون بغيت نبقى في الدار كاع ما غادي تلقاني هنايا. صراحه بقيت فيه. قال لي انا كنعرف واحد الراجل ولكن راه بعيد على هنا واحد شويه. هو كيمشي للمدينه كل 3، كيمشي يجيب شي سلعه يجيبها يبيعها نهار الاربعاء في السوق، وتمينا غاديين تداني عنده. صراحه كانت الطريق طويله بزاف. وفاش نعت ليا فين كاين داك الراجل مشيت عنده قلت ليه عمي واش غتمشي للمدينه هنايا؟ قال لي علاش كتسول؟ قلت ليه بغيتك توصلني معاك عمي عافاك. صافي بت عنده تصبح الصباح وبغى يمشي ونوضني. قال لي يلا ولدي نوض، انا راه غادي نقلع دابا. المهم مشينا ركبت معاه وبقينا غاديين. كانت الطريق طويله بزاف ديال بصح. دوزنا نهار كامل في الطريق ومازال ما وصلناش. فاش قرب العصر غادي نكونوا كندخلوا للمدينه شويه بشويه. وبديت كنتعجب انايا في داك البني. وقال لي داك الراجل مازال ما شفتي والو، هادشي راه غير شويه من بزاف. المهم فاش وصلنا سولني قال لي واش عند من تمشي في المدينه. صراحه ما بغيتش نقول ليه لا، حيت كنت خايف لي يرجعني. قلت ليه انا غادي نتسناه غير هنا تيجي عندي. صافي داك الراجل مشى وانا بقيت كنطلع راسي في دوك العمارات ودوك ناطحات السحاب اللي كاينين في المدينه. بقيت كندور راسي حتى جاتني الدوخه، كنت شويه ونطيح. بنادم غادي جاي وكل شيء كيهضر، الطوموبيلات والمطار غاديين وانا كنشوف فيهم وفيه الدوخه. المهم تميت غادي حتى بنت لي واحد الفيرما. فاش دخلت ليها بان لي بنادم جالس فيها كراسه، وهنا سمعتهم كيقولوا بلي هذه سميتها جردة ماشي فيرما، حيت ما كان فيها والو، فيها غير الربيع والبلاصه فين كيلعبوا الدراري الصغار. المهم شديت واحد القنت بقيت جالس فيه وكنت تالف، ما كنت عارف فين غادي نمشي. طاح الليل وعارفين نتوما المدينه كيبانوا نيابها حتى الليل. عاد كيبانوا دوك المكارب اللي ما عندهم ما يداروا، والشمكره ديال المدينه كلهم كيخرجوا. جاني النعاس وبقيت واحد شويه ما بغيتش نغمض عيني حيت كنت خايف، ولكن النعاس غلب عليا. نعست واحد شويه، حسيت بواحد اليد كتخبش في ديك الكموسه اللي كنت جايب معايا. فقت ولقيت واحد البوهالي، ما عرفت واش بوهالي ولا بغا يدير فيها بوهالي باش يدي لي ديالي. اللي سمعني غادي يقول هز معايا الذهب وانا ما عندي حتى سروال صحيح. هزيت عيني في البوهالي كنشوف فيه وهضر. قال لي بغيت ميكا. فاش شفت لي في يديه كان هز واحد بوماده صفراء، ما عرفت شنو باغي يدير بها. بقيت كنشوف فيه وهز لي ديك الكموسه وخوها ليا في الارض. بقى كيقلب ما لقاش ميكا وزاد مع الطريق. صافي انا جمعت داك الشيء اللي خوا ليا في الارض ورجعت للكرسي ديالي ونعست. المهم بقيت نعس تما تصبح الصباح وفقت. لقيت واحد مسخوط الوالدين كيشم واحد الميكا حدا راسي. بقيت كنشوف فيه هو يضحك ليا. قال لي واش بغيتي تجرب؟ قلت ليه لا، نط وجلست. فاش شفتو شنو كان هز في يديه لقيتو بحال ديك البوماده الصفراء اللي كان هز معاه البوهالي. قلت ليه شنو هادي؟ قال لي هذا سميتو الصاروخ. وبدا كيضحك. قال لي جربو وغادي تسافر من هنايا. بقيت كنشوف فيه. قال لي خود. انا ما بغيتش ولكن هو بزز عليا. فاش خديت قال لي نفخ فيها وشم. نفخت وشميت كما قال لي وبديت كنتبو عليه في هذيك الميكا. بقى كيشوف فيا وناض وبدا كيهلل كيسب، ما خلى حتى شي كلمه ما قالها.
قال لي يا العروبي انت باينه فيك جاي غير من شي عروبيه، ما كتعرف لا بنونس لا توزه. انا ما كنقدرش نصبر على بحال هاد الشي. نط ليه وجمعته بشمال وبديت كنشتف ليه على وجهه. هو بدا كيغوت وبقى كيقول لي اسمح لي، انا ما قصدتش نسبك. هو تقريبا كان قدي في اللاج. صافي حيدت منه ومشيت جلست بلاصتي وجا جلس حدايا. قال لي شنو درت ليك اخويا؟ راه غير هضرنا معاك وانت بديتي كتضرب. قلت ليه واش انت ما عارفش راسك شنو كتقول؟ انت راك هنتيني وطيحتي مني. بدا كيضحك وقال لي اسمح لي ولكن ما قصدتش نجرحك. عطيته واحد التوب مسح داك الدم اللي كان في وجهه ودار عندي سولني قال لي شنو سميتك؟ قلت ليه سميتي محمد. وانت؟ قال لي سميتو حسن. قال لي كيفاش وقع لك تجيتي للمدينه؟ قلت ليه قصه طويله. انا هربت من الدار وجيت للمدينه غير البارح وما كان عرفت حتى واحد ودابا قاتلني الجوع. ما كليت من البارح. سولتو حتى انا شنو كان كيدير برا في هذا الوقت حيت كان باقي الصباح بكري. قلت ليه علاش خارج من داركم في هذا الوقت؟ قال لي انا ما عنديش دارنا، كنت في الخيريه وهربت منها عامين هادي. قال لي واش فطرتي؟ قلت ليه انا عاد قلت لك ما كليتش من البارح. قال لي ايوا تبعني الا بغيتي تفطر. ناض ساس حوايجو واخا هما كانوا موسخين ما فيهم ما يتشاف. قال لي تبعني. صافي مشيت تبعته ومشى دخل عند واحد مول مسمن. يلا حل وبدا الخدمه. دخلنا عنده انا وحسن. قال لي حسن واحد البراد ديال اتاي و5 دراهم ديال الحرشه. صافي جابهم لينا السيد وبدينا تنقصيو. كلينا تشبعنا. صراحه ما عمري كليت بحال هاد الفطور، كليت مزيان. وحسن فاش سالنا الفطور قال لي نحسب تال 3 علق. ما خلانيش نهضر معاه وقال 1 2 3. درت نشوف لقيتو قطع الشانطي لهيه. بدا كيعيط عليا ومشيت تبعتو حتى انا بالجرا. شفنا مول مسمن وبدا كيغوت ولكن ما كان حتى واحد برا ديك الساعه. قليل اللي كيدوز حيت كان الصباح بكري. بدينا كنجريو هو ما حيلتو يتبعنا، ما حيلتو يبقى في المحل. تبعنا تغبرنا من حداه. صافي ومشى بحالاتو. قال لي حسن انت كتجري مزيان صاحبي، خاصك تبقى تمشي معايا باش ندبروا على راسنا. قلت ليه انت شنو كدير؟ قال لي كنقي عباد الله من وسخ الدنيا. قلت ليه كيفاش كتنقي عباد الله من وسخ الدنيا؟ قال لي كنعاون بنادم يحيد داكشي اللي في جيبو. دورت في راسي وفهمت باللي كيشفر يعني الكريساج. قلت ليه واش كتشفر؟ بدا كيضحك. قال لي ما عندي حتى شي حل اخر. قلت ليه سير صاحبي قلب على خدمه. بدا كيضحك. قال لي وعلاش ما تقلبش عليها نتاني؟ قلت ليه انا البارح عاد جيت ومعول نقلب اليوم، واش غتعاوني؟ قال لي بلا ما تعذب براسك، الا كتقلب على الخدمه هنايا بحال كتقلب على الزغبه في العجينه. قلت ليه علاش؟ قال لي انا راه ديجا معلم الخياطه وكنعرف نخدم بكاع الماكينات، ولكن كنقلب حتى كنعيا وما كنلقاش الخدمه. وكاع الا لقيت كنلقى شي واحد كيبغي غير يضحك عليا ما كيعطيني والو. وكنبقاو خدامين من 8 ديال الصباح حتى ل 11 ديال الليل. صراحه بقيت كنفكر وقلت علاش ما نجربش نمشي مع حسن ونشوف كيفاش كيدير يجريسي عباد الله. مشينا لواحد القنت انا وياه وجبد واحد 17. تخلعت. قلت ليه منين جبتي هادي؟ شكون عطاها لك؟ قال لي راه شفرتها لواحد الجزار. ويني مسخوط هاد حسن. مشينا وبدا كيوريني في الحرفه. قريسه 2 دراري مساكن يلاه كانوا غاديين لخدمتهم. واحد لقى عنده 50 درهم، واحد شخونه لقى عنده 300. قال ليه
خويا عافاك ما تديش ليا هاد الشي، راه بغيت نفطر به ونتغدى به. صراحة بقى فيا داك الدري، بغيت نمشي عند حسن نقول ليه غير خليه، ولكن شافني جاي عنده وخرج فيا عينيه، رجعت باللور. بقيت واقف كنتسناه تا قضى الغرض. تم جاي عندي وعطاني ديك الجنوية، قال لي هاك دابا جات نوبتك. شديت هذيك الجنوية وبدات يدي كترعد بوحدها. بدا كيضحك عليا ودفعني، قال لي ترجل صاحبي. بقينا غاديين تبانت ليا واحد البنت، قال لي يا حسن ها هي هادي ساهله غير دريه، غتوريها غير جنويه وغتخرى لك داكشي اللي عندها. انا بقيت متردد واش نمشي ولا ما نمشيش، ولكن هاد المسخوط ديال حسن ما خلانيش حتى نفكر. مشيت لعندها وكان ترعد بوحدي. جبت هذيك الجنويه، قلت لها عافاك اختي، عطيني داكشي اللي هزه معاك في داك الصاك، وإلا ما بغيتيش راه غادي نشرق لك وجهك دابا. بدات كضحك وقالت لي واش انت كضحك معايا؟ قلت لها لا انا راه ما كنضحكش، ولكن الا درتي داكشي اللي قلت لك ما تخافي والو، ما غنقيسكش. ما داتهاش فيا وتماش غاديه. جا عندي حسن كيجري، خدا لي هذيك الشنويه وشدها من شعرها. كاين انا تما، وصراحه كون ما كانش هو كون كلاوني هذوك الكلاب. فاش سولته قال لي راه امك جات كتقلب عليك، وقال لها با راه مشى للدار، جا عندي قبيله ولكن راه واقيلا رجع للدار. وانا ديك الساعه ما كنتش رجعت للدار، والوالده كانت حاسه بلي واقع عليا شي حاجه. هنايا فين عبد الله خرج وما شافو حتى واحد، وبدا كيقلب عليا ولقاني من تحت هذوك الكلاب كيعضوا. المهم فاش مشيت للدار قلت للوالد بقى عليا بالهضره وما تعشيتش ديك الليله. مشيت نعس ديريكت وسمعتو، مشيت نيشان نعست وسمعتو كيقول الوالده هذيك المعزه هي اللي خارجه عليه، حيت الوالد كان عارف بلي كنت مربي الكبده على هذيك المعزه وكنت كنلعب معاها. قال لها ولكن غدا غادي نديها للسوق نبيعها. انا كنت يسحبني غير كيضحك ولا غير كيهضر باش يسمعني الهضره ونتخلع. ولكن صباح الصباح وفوقيت الفجر الوالد مشى هز ديك المعزه فوق البغل، داها باعها في السوق. وانا ديك الساعات بقيت كنبكي، قلت علاش كتحرموني من اي حاجه عزيزه عليا؟ علاش؟ اشنو درت انايا؟ واش انا اللي عطيت هذوك النعجات للكلاب؟ واش انا اللي قلت لهم ياكلوهم؟ هذا راه ماشي الذنب ديالي. صراحه بقى فيا الحال بزاف ومشيت نسرح كيف العاده. تلاقيت مع عبد الله تا هو جايب الغنم ديالو. قلت ليه اخويا عبد الله انا غادي ندير شي حاجه هاد الليله. بقى كيشوف فيا قال لي شنو غادي دير؟ قلت ليه غادي نهرب من الدار وصراحه ما عرفتش فين غادي نمشي. قال لي يا عبد الله انا صراحه كنت كنتمنى نمشي للمدينه. قلت ليه يلا نمشيو انا وياك بزوج. قال لي انا ما نقدرش نخلي الوالده راها مريضه. قلت ليه صافي انا غادي نمشي بوحدي، المهم ما غاديش نبقى في هذيك الدار. وعبد الله كان ما متيقش حيت عارفني انا خواف، ولكن في هذه اللحظه ما بقى كيبان ليا والو غير نخرج من الدار. مشيت للدار حطيت الغنم، والوالد كيف العاده جا حسبهم ولقى داكشي هو هذاك. وبقيت انا كنشوف الوالده وكنقول لها في خاطري اسمحي لي الوالده، ولكن انا ما غاديش نبقى في هاد الدار، غادي نمشي ندبر على راسي. ديك الساعه كانت في عمري 13 عام، وكان كيحسب لي راسي صافي كبرت ووليت راجل. صافي خليت كلشي تنعس، جمعت واحد الكموسه جمعت فيها الحوايج القدام ديالي وتميت خارج من الدار بالحس باش ما يسمعني حتى واحد. خرجت بقيت غادي، تبعت على الدوار بزاف وتلفت اليمين واليسار ولقيت دايره بيا غير الغابه. صراحه كنت خايف يخرجوا لي عاوتاني الكلاب،
ولكن بقيت غادي. تصبح الصباح بقيت غادي وما عارفش فين غادي نمشي. كنحس براسي كندور غير بلاصتي. واحد شويه لقيت واحد الراجل غادي فوق الحمار ديالو. قلت ليه عمي عافاك بغيت نسولك، انا بغيت نمشي للمدينه وما عارفش الطريق. قال لي سير ولدي رجع لداركم، اش غادي تمشي دير في المدينه، راه انت باقي صغير. بقيت كنشوف فيه وقال لي اجي طلع نوصلك لداركم. صافي عطيتو بالظهر وتميت غادي. بدا كيعيط عليا. قلت ليه انا بغيت نمشي للمدينه، كون بغيت نبقى في الدار كاع ما غادي تلقاني هنايا. صراحه بقيت فيه. قال لي انا كنعرف واحد الراجل ولكن راه بعيد على هنا واحد شويه. هو كيمشي للمدينه كل 3، كيمشي يجيب شي سلعه يجيبها يبيعها نهار الاربعاء في السوق، وتمينا غاديين تداني عنده. صراحه كانت الطريق طويله بزاف. وفاش نعت ليا فين كاين داك الراجل مشيت عنده قلت ليه عمي واش غتمشي للمدينه هنايا؟ قال لي علاش كتسول؟ قلت ليه بغيتك توصلني معاك عمي عافاك. صافي بت عنده تصبح الصباح وبغى يمشي ونوضني. قال لي يلا ولدي نوض، انا راه غادي نقلع دابا. المهم مشينا ركبت معاه وبقينا غاديين. كانت الطريق طويله بزاف ديال بصح. دوزنا نهار كامل في الطريق ومازال ما وصلناش. فاش قرب العصر غادي نكونوا كندخلوا للمدينه شويه بشويه. وبديت كنتعجب انايا في داك البني. وقال لي داك الراجل مازال ما شفتي والو، هادشي راه غير شويه من بزاف. المهم فاش وصلنا سولني قال لي واش عند من تمشي في المدينه. صراحه ما بغيتش نقول ليه لا، حيت كنت خايف لي يرجعني. قلت ليه انا غادي نتسناه غير هنا تيجي عندي. صافي داك الراجل مشى وانا بقيت كنطلع راسي في دوك العمارات ودوك ناطحات السحاب اللي كاينين في المدينه. بقيت كندور راسي حتى جاتني الدوخه، كنت شويه ونطيح. بنادم غادي جاي وكل شيء كيهضر، الطوموبيلات والمطار غاديين وانا كنشوف فيهم وفيه الدوخه. المهم تميت غادي حتى بنت لي واحد الفيرما. فاش دخلت ليها بان لي بنادم جالس فيها كراسه، وهنا سمعتهم كيقولوا بلي هذه سميتها جردة ماشي فيرما، حيت ما كان فيها والو، فيها غير الربيع والبلاصه فين كيلعبوا الدراري الصغار. المهم شديت واحد القنت بقيت جالس فيه وكنت تالف، ما كنت عارف فين غادي نمشي. طاح الليل وعارفين نتوما المدينه كيبانوا نيابها حتى الليل. عاد كيبانوا دوك المكارب اللي ما عندهم ما يداروا والشمكره ديال المدينه كلهم كيخرجوا. جاني النعاس وبقيت واحد شويه ما بغيتش نغمض عيني حيت كنت خايف، ولكن النعاس غلب عليا. نعست واحد شويه حسيت بواحد اليد كتخبش في ديك الكموسه اللي كنت جايب معايا. فقت ولقيت واحد البوهالي، ما عرفت واش بوهالي ولا بغا يدير فيها بوهالي باش يدي لي ديالي. اللي سمعني غادي يقول هز معايا الذهب وانا ما عندي حتى سروال صحيح. هزيت عيني في البوهالي كنشوف فيه وهضر. قال لي بغيت ميكا. فاش شفت لي في يديه كان هز واحد بوماده صفراء ما عرفت شنو باغي يدير بها. بقيت كنشوف فيه ويز لي ديك الكموسه وخوها ليا في الارض. بقى كيقلب ما لقاش ميكا وزاد مع الطريق. صافي انا جمعت داك الشي اللي خوا ليا في الارض ورجعت للكرسي ديالي ونعست. المهم بقيت نعس تما تصبح الصباح وفقت. لقيت واحد مسخوط الوالدين كيشم واحد الميكا حدا راسي. بقيت كنشوف فيه هو يضحك ليا. قال لي واش بغيتي تجرب؟ قلت ليه لا، نط وجلست. فاش شفتو شنو كان هز في يديه لقيتو بحال ديك البوماده الصفراء اللي كان هز معاه البوهالي. قلت ليه شنو هادي؟ قال لي هذا سميتو الصاروخ. وبدا كيضحك. قال لي جربو وغادي تسافر من هنايا.
بقيت كنشوف فيه. قال لي خود، انا ما بغيتش ولكن هو بزز عليا. فاش خديت قال لي نفخ فيها وشم. نفخت وشميت كما قال لي، وبديت كنتبوع عليه في هذيك الميكا. بقى كيشوف فيا وناض وبدا كيهلل كيسب، ما خلى حتى شي كلمه ما قالها. قال لي يا العروبي انت باينه فيك جاي غير من شي عروبيه، ما كتعرف لا نونس لا توزه. انا ما كنقدرش نصبر على بحال هاد الشي. نط ليه وجمعته بشمال وبديت كنشتف ليه على وجهه. هو بدا كيغوت وبقى كيقول لي اسمح لي، انا ما قصدتش نسبك. هو تقريبا كان قدي في اللاج. صافي حيدت منه ومشيت جلست بلاصتي وجا جلس حدايا. قال لي شنو درت ليك اخويا؟ راه غير هضرنا معاك وانت بديتي كتضرب. قلت ليه واش انت ما عارفش راسك شنو كتقول؟ انت راك هنتيني وطيحتي مني. بدا كيضحك وقال لي اسمح لي ولكن ما قصدتش نجرحك. عطيته واحد التوب مسح داك الدم اللي كان في وجهه ودار عندي سولني قال لي شنو سميتك؟ قلت ليه سميتي محمد. وانت؟ قال لي سميتو حسن. قال لي كيفاش وقع لك تجيتي للمدينه؟ قلت ليه قصه طويله. انا هربت من الدار وجيت للمدينه غير البارح وما كنعرف حتى واحد، ودابا قاتلني الجوع، ما كليت من البارح. سولتو حتى انا شنو كان كيدير برا في هذا الوقت، حيت كان باقي الصباح بكري. قلت ليه علاش خارج من داركم في هذا الوقت؟ قال لي انا ما عنديش دارنا، كنت في الخيريه وهربت منها عامين هادي. قال لي واش فطرتي؟ قلت ليه انا عاد قلت لك ما كليتش من البارح. قال لي ايوا تبعني الا بغيتي تفطر. ناض ساس حوايجو واخا هما كانوا موسخين ما فيهم ما يتشاف. قال لي تبعني. صافي مشيت تبعته ومشى دخل عند واحد مول مسمن، يلا حل وبدا الخدمه. دخلنا عنده انا وحسن. قال لي حسن واحد البراد ديال اتاي و5 دراهم ديال الحرشه. صافي جابهم لينا السيد وبدينا تنقصيو. كلينا تشبعنا. صراحه ما عمري كليت بحال هاد الفطور، كليت مزيان. وحسن فاش سالنا الفطور قال لي نحسب حتى 3 علق. ما خلانيش حتى نهضر معاه وقال 1 2 3. درت نشوف لقيتو قطع الشانطي لهيه. بدا كيعيط عليا ومشيت تبعتو حتى انا بالجرا. شفنا مول مسمن وبدا كيغوت ولكن ما كان حتى واحد برا ديك الساعه، قليل اللي كيدوز حيت كان الصباح بكري. بدينا كنجريو هو ما حيلتو يتبعنا، ما حيلتو يبقى في المحل. تبعنا تغبرنا من حداه. صافي ومشى بحالاتو. قال لي حسن انت كتجري مزيان صاحبي، خاصك تبقى تمشي معايا باش ندبروا على راسنا. قلت ليه انت شنو كدير؟ قال لي كنقي عباد الله من وسخ الدنيا. قلت ليه كيفاش كتنقي عباد الله من وسخ الدنيا؟ قال لي كنعاون بنادم يحيد داكشي اللي في جيبو. دورت في راسي وفهمت باللي كيشفر يعني الكريساج. قلت ليه واش كتشفر؟ بدا كيضحك. قال لي ما عندي حتى شي حل اخر. قلت ليه سير صاحبي قلب على خدمه. بدا كيضحك. قال لي وعلاش ما تقلبش عليها انتاني؟ قلت ليه انا البارح عاد جيت ومعول نقلب اليوم، واش غتعاوني؟ قال لي بلا ما تعد براسك، الا كتقلب على الخدمه هنايا بحال كتقلب على الزغبه في العجينه. قلت ليه علاش؟ قال لي انا راه ديجا معلم الخياطه وكنعرف نخدم بكاع الماكينات، ولكن كنقلب حتى كنعيا وما كنلقاش الخدمه، وكاع الا لقيت كنلقى شي واحد كيبغي غير يضحك عليا ما كيعطيني والو، وكنبقاو خدامين من 8 ديال الصباح حتى ل 11 ديال الليل. صراحه بقيت كنفكر وقلت علاش ما نجربش نمشي مع حسن ونشوف كيفاش كيدير يجريسي عباد الله. مشينا لواحد القنت انا وياه وجبد واحد 17. تخلعت
قلت ليه منين جبتي هادي؟ شكون عطاها لك؟ قال لي راه شفرتها لواحد الجزار. واني مسخوط هاد حسن. مشينا وبدا كيوريني في الحرفه. قريسه جوج دراري مساكن يلاه كانوا غاديين لخدمتهم. واحد لقى عنده 50 درهم، واحد شخونا لقى عنده 300. قال ليه خويا عافاك ما تديش ليا هادشي، راه بغيت نفطر به ونتغدى به. صراحه بقى فيا داك الدري، بغيت نمشي عند حسن نقول ليه غير خليه، ولكن شافني جاي عنده وخرج فيا عينيه. رجعت باللور، بقيت واقف كنتسناه تا قضى الغرض. تم جاي عندي وعطاني ديك الجنويه. قال لي هاك دابا جات نوبتك. شديت هذيك الجنويه وبدات يدي كترعد بوحدها. بدا كيضحك عليا ودفعني. قال لي ترجل صاحبي. بقينا غاديين تبانت ليا واحد البنت. قال لي يا حسن ها هي هذه سهله غير دريه، غتوريها غير جنويه وغتخرى لك داكشي اللي عندها. انا بقيت متردد واش نمشي ولا ما نمشيش، ولكن هاد المسخوط ديال حسن ما خلانيش حتى نفكر. مشيت لعندها وكان ترعد بوحدي. جبت هذيك الجنويه قلت لها عافاك اختي، عطيني داكشي اللي هزه معاك في داك الصاك، وإلا ما بغيتيش راه غادي نشرق لك وجهك دابا. بدات كضحك وقالت لي واش انت كضحك معايا؟ قلت لها لا انا راه ما كنضحكش، ولكن الا درتي داكشي اللي قلت لك ما تخافي والو، ما غنقيسكش. ما داتهاش فيا وتمات غاديه. جا عندي حسن كيجري، خدا لي هذيك الشنويه وشدها من شعرها. قال لها علاش ما كتسمعيش الهضره؟ ياك قال لك اعطيه داكشي اللي عندك. سرفقها بجنويه وطلقات الصاك وبدات كتبكي. حسن هز داك الصاك ومشى كيجري. انا تبعته. مشينا لواحد القنت وبدا هو كيخوي في داك الصاك. لقى 1500 درهم وواحد التليفون. بدا كيقلب فيه وكيضحك. قال لي وقيلا انت جيتي بزهرك دخلتي عليا بفعل الخير، واخا في الاول كنتي غتزبلها، كنتي كطلب منها صاحبي بحال الا غادي تعطيك صداقه. قساح شويه صاحبي، واش عمرك شتي شي واحد كيجريسي بالرغيب والطليب؟ انا بقيت كنشوف فيه ومصدوم، هو باقي كيضحك. جا عندي عنقني قال لي التليفون غادي يغنينا. بقيت كنشوف فيه قلت ليه واش انت مريض؟ راه غير التليفون هذاك ماشي بلاكا ديال الذهب. قال لي غير سكوت، انت اش كتعرف؟ هذا راه يقدر يجيب لينا 10,000 درهم اولا 9,000 درهم على الاقل. قلت ليه ايوا بقى غير تحلم، واش انت مريض ولا مالك؟ راه التليفون باينه فيه رخيص. بدا كيضحك عليا قال لي انت ما كتعرف حتى وزه، هذا راه 13 برو ماكس. صافي مشينا عند واحد مول التليفونات، عطاه حسن التليفون. قال ليه واش تشري من عندنا هاد التليفون؟ بقى كيقلب فيه. فاش عرفوه مشفور قال لحسن نعطيك فيه 5,000 درهم. حسن ما بغاش، بقى كيتناقش معاه وكيطلع عليه الثمن شويه بشويه. فاش خلاه في 7,000 درهم حسن ما بغاش، هز داك التليفون وقال ليه الله يعاونك. فاش مشينا بدا هذاك السيد كيعيط علينا. قال لحسن نعطيك فيه 9,000 درهم، ما بقى عندي فين نزيد. صافي حسن زعم وشاف فيا. قال لي شتي شنو قلت لك؟ بعنا داك التليفون ومشينا كنتسركلو. قال لي يا حسن احنا صورنا النهار ديالنا، الا مشيتي تخدم هادشي اللي جبتي في هاد التليفون غتبقى خدام عليه شهر كامل ومحال واش تجمعو. المهم بدينا كنتسركلو ومشينا دخلنا لواحد السوق تقدينا شي بياسات. صراحة كانوا خاصين الحوايج. حسن قال لي واش فراسك من نهار بديت كنجريسي ما عمري تلاقيت مع شي همزه بحال هادي؟ قال لي دخلتي عليه بفعل الخير صاحبي. المهم مشينا تغدينا وحسن مشى عند واحد البزناز شرا 150 درهم ديال الحشيش. المهم مشينا لواحد القنت بدا كيفتح جوان، شعل وبدا كيكمي. قال لي واش تجرب؟
قلت ليه لا، يلا بغى يبدا يبزز عليا عاوتاني وانا نخنزر فيه. تفكر ديك الحالة اللي درت ليه على ديك الميكا. المهم سالا ومشينا كندورو. قربت الشمس تغيب وانا نقز، قلت لحسن واش حتى اليوم غنباتو عاوتاني في الزنقة. حسن قال لي ناري يا صاحبي، فكرتيني نسينا ما تبرناش شي بيت الكرا. قال لي غادي نمشيو عند واحد المراه كنعرفها بحال والو يكون عندها شي بيت. صافي مشينا عندها، قلت لينا عندي بيت واحد باقي خاوي. فاش داتنا ليه حلاتو بحال الا كان ميت فيه شي حمار. انا سديتني فيه وتا حسن قال لها واش منيتك، احنا غنعيشوا في هذا البيت. قلت ليه ما عندي ما ندير لكم، بغيتوه ها هو، ما بغيتوش نتوما تعرفوا. حنا ما كان عندنا فين نباتو. وقلت لحسن يلا نجيبو صاني كروا. مشينا عند مول الحانوت جبنا صاني كروا والسياقه. مهم وداك الشيء اللي خاصنا باش نسيقو داك البيت سيقناه ونقيناه مزيان، ما بقاتش فيه ديك الريحه. مشينا عند واحد مولا فيراي كاين حدانا تما، شدينا عنده جوج سداريات، دخلناهم لداك البيت فين نبقاو نعسو. المهم قدينا الحالة ونعسنا حتى الغد ليه. فقنا عاوتاني فطرنا، فقنا وفطرنا ومشينا عاوتاني كيعلمني حسن كيفاش نكريسي. المهم دازت الايام بحال هكاك وحنا كنكبروا. المهم وصلت 19 عام في عمري والحالة باقا هي باقيين في نفس البيت وما كيتزاد علينا والو. بطبيعة الحال ما غادي يتزاد علينا والو حيت حنا عايشين غير ديال الناس. حسن ما خلاتها بليا ما دارهاش. واحد الصباح فقنا قال لي حسن اليوم غادي نمشيو لواحد القنت كيكونوا فيها. قال لي حسن غادي نمشيو لواحد القنت كيكونوا فيه همازي كبار. المهم تمينا غاديين، مشينا لواحد الكارتي عامر غير بالفيلات. بقينا جالسين كنتسناو. حسن جبد واحد الفانيدة حمراء من جيبو، قال لي ضرب هادي. قلت ليه شنو هاد الشي؟ قال لي هادي يا صاحبي غير غادي تزعمك، انت راه باقي مرعود، كتهز الجنوية كتولي كترعد بوحدك، ترجل معنا صاحبي. المهم درت بكلامو ويا ريتني ما كليتش ديك الفانيدة. كليتها ما بقيتش عقلت على راسي. باقيين كنهضروا خرجت واحد البنت زوينه بزاف، واخا تبويقه بقيت حال فيها فمي. حسن عطاني جنويه قال لي يلا سير وريني حنت يديك. انا ما فكرتش، هزيت ديك الجنويه تميت قاصدها. كانت غدا الطوموبيل ديالها واقيلا بغات تمشي للخدمه. وقفت عليها وبلا مقدمات قلت لها اعطيني داكشي اللي عندك ولا نخسر اختي. هي يلا بدات بغات تغوت وانا نجي معها بشمال. طاحت وضرب ليها راسها مع التروتوار. هزيت الصاك وتمينا كنجريو وانا كنت لفت ورايا. وقفت بغيت نرجع عندها، جا حسن كيجرني وهربنا مشينا لواحد القنت. شد حسن داك الصاك وبدا كيف ليه. المهم خدا منه داكشي كامل وانا بقيت مصدوم في داكشي اللي درت. وانا بقيت مصدوم في داكشي اللي درت لهاديك البنت. صراحة بقى فيا الحال، ما كنتش باغي نضربها. قلتها لحسن قال لي ما تبقاش تفكر بزاف صاحبي. قلت ليه ويلا ماتت دابا شنو غادي ندير؟ قال لي ما تخافش، ديك البلاصه راه عامره بالكاميرات، وزيدون انت راه داير كاغولا، ما تخاف من والو. المهم حسن لاح داك الصاك وانا بقيت جالس في بلاصتي. مشيت هزيت داك الصاك قلت ليه حط داكشي اللي هزيتي هنايا. حطو وسحبني غادي نهرف عليه. قلت ليه شوف هادشي ما غنبيعوش وهاد الفلوس ما غنقيسوهمش. المهم حسن داير لي خاطري حيت كان بان مكشكش. مشينا للدار وحطيت داك الصاك. المهم جلست وبديت كنخمم شويه، جاني الجوع خرجت نجيب الخبز وخليت حسن تما. فاش رجعت لقيته ما كاينش. كنقلب عليه
ما لقيتوش. المهم رجعت فطرت بوحدي، خليت ليه الخبز ديالو حتى يرجع ويفطر على خاطرو. مشيت نعست شويه، ما فقت حتى الظهر. صراحه فقت مخلوع، ديك البنت باقا في بالي، خفت لا تكون وقعت ليها شي حاجه. مشيت زدت داك الصاك وبديت كنقلب فيه، لقيت جوج تصاور ولا كارت ناسيونال ديالها وشي وراق. التليفون ما عرفت فين مشى. جا حسن سولته قلت ليه واش هزيتي التليفون اللي كان هنا؟ هو بغى ينكر ولكن انا حافظه مزيان، راه ما قليلش داكشي اللي دوزت معاه، راه داكشي اللي دوزنا انا وياه ماشي قليل وليت حافظه. المهم بدا كيتمتم، قلت ليه حسن غتحط حط التليفون ولا غادي نرونوها انا وياك؟ قال لي اش من تليفون الله يهديك؟ قلت ليه التليفون اللي كان هنا. قال لي راه ما كان حتى تليفون. قلت ليه واش باغي تدوخني؟ انا راه شفت التليفون بعيني وكان في اللون الزرق. حسن تصدم في ديك الوقيته فاش قلت ليه اللون ديال التليفون، حيت انا كنت واكل القرقوبي صحاب ليه ما غاديش نبقى عاقل. المهم بديت كنغوت عليه، قال لي واش من نيتك باغي ترجع داك الصاك ديال بصح؟ قلت ليه انا راه ما كنضحكش، انا راه ضربت البنت وطاحت على راسها، ما عرفت حتى واش ميته ولا باقا حيه. نوضناها انا وحسن على داك التليفون اللي هز. جبد الفلوس وقسم معايا، قلت ليه كلهم ما بغيتهمش، اول مره نطلب منك شي حاجه وما درتيش بهضرتي. هزيت الصاك بغيت نرجعو، و فاش رجعت ليه داكشي اللي كان فيه بانوا ليه دوك جوج تصاور اللي فيه. هزيت وحده ودرت وحده في الصاك. فاش قريت لاكارت ناسيونال ديال هاد البنت لقيت بلي سميتها ياقوت. صراحه سميتها زوينه بزاف بحالها. انا ما كنبالغش على الخوت ولكن هاد الشيء اللي كاين. صراحه طيحاتني هاد البنت. صافي هزيت الصاك ومشيت لذاك الكارتي كنقلب على الفيلا اللي خرجت منها. ما لقيتها غير بزز، حيت كما نتوما عارفين كنت مقرقب ديك الساعات. وقفت قدام الباب كنت تردد واش ندق ولا ما ندقش. المهم صونيت عليهم، خرجت عندي واحد البنت قلت ليها واش كاينه ياقوت؟ تنهدات وقالت لي مسكينه في الصباح تلقاو ليها شي ولاد الحرام وقريساوها. مشكله كون غير قريساوها وصافي، راها ضربوها طاحت على راسها، يالله جات من الكلينيك. رجعت فيها الروح ديك الساعه، قلت الحمد لله ما وقع ليها والو. قلت لي واش كتعرفها؟ قلت لها انا راه شفت هذوك الشفاره فاش داو ليها الصاك، تبعتهم وشديتهم، ولكن راه داو التليفون ما قدرتش ناخدو. قلت لي شكرا بزاف، بلاتي نعيط لك على الحاجه. قلت لها شكون الحاجه؟ قالت لي هذه امت ياقوت. كنت انا خايف بزاف وخفت لا يعرفوني، واخا انا كنت داير كاكول ولكن جيت بنفس الحوايج. اعطيتها الصاك وقلت لها ما كاين لاش، مره اخرى ان شاء الله وغادي نجي نشوف ياقوت. حطيت لها الصاك ومشيت بحالاتي، مشيت كنزرب حيت كنت صراحه خايف. وصلت لواحد الكوان خاوي ما فيهش البشر، وبديت كنخمم، كنقول مع راسي هادشي اللي كندير فيه ما مسلكش، والطريق اللي غادي فيها ما غاديش تخرجني. المهم بقيت تما تطاح الظلام. المهم دخلت لذاك البيت اللي كنا كريناه، لقيت حسن ما كاينش. مشيت نعست ديريكت. المهم لغد ليه ما فقت حتى لديك 10. حسن ما لقيتوش في البيت. مشيت كنقلب على خدمه ولكن كنت متاكد غنلقى والو. ما بغيتش نستسلم، قلت غادي نقلب لعل وعسى، حيت ما كنتش باغي نرجع لهذيك الخدمه ديال الكريساج. طلع لي داك الشيء في الراس وديما كيأنبني الضمير ديالي. بنادم كنديو ليه ديالو وحنا ما حاسينش به، ما عارفينش منين جا داك الشيء وتماره اللي ضرب على داك الرزق، وفي الاخر نجيو حنا نديوه ليه. المهم دازت الايام وقربت نسالي دوك الفلوس اللي كانوا عندي.
واحد الصباح فقت كما العاده، بغيت نمشي نجيب الخبز ولقيت الصاك ديالي ما فيه والو، والجيب الصغير اللي كنت كندير فيه الفلوس خاوي كيصفر. هنا فين حسيت بالتحنسيره ديال بصح. قلت ماشي مشكل، غادي نقضي غير بداك الخبز ديال البارح، ما عندي ما ندير. مشيت بغيت نعمر اتاي ولقيت البوطه حتى هي خوات. طلع لي الدم، كنقول مع راسي اش هاد الحاله. واحد الراس كيقول لي نرجع نكريسي، وواحد الراس كيقول لي ما عندك ما دير بداكشي. المهم خرجت بقيت برا حتى الجوايه ديك الثلاثه. رجعت دخلت وضربت على الطبله، لقيت حسن ليح ليا 200 درهم. 100% غادي يكون جاو ما لقاش الفطور وبغى ينصب شي حاجه ما ياكل. لقى البوطه خاويه وخرج ياكل برا، وانا لحلي ديك 200 درهم تما. انا هزيت هذيك 200 درهم، مشيت عمرت البوطه وجبت شي لعيبات، قصيت وخليت الحسن شويه. فاش رجع عطيته الصرف، بدا كيضحك قال لي شتي فين وصلتك ليا؟ كون بقيتي خدام معايا كاع ما تحنسر بحال هكا. قلت ليه هذيك الخدمه هي اللي ما نرجعش ليها، ترى مازال ما عرفش شنو كدير. المهم دازت 3 شهور. حسن اللي كان كيخلص الكرا ما عمرو قال لي شي حاجه، واخا انا ما كنت كندير والو، ما كنجيب لا ماكله لا حتى شي حاجه لداك البيت. هادشي باش عزيز عليا حسن ما كيتحاسبش معايا، عارفني ما عنديش الفلوس، غير الله يهديه وصافي. في واحد الصباح كيما العاده خرجت كنقلب على خدمه، ما مليتش. طلع لي الدم وجلست في واحد القنت. شويه كيبان لي واحد الدري جاي وضرب واحد الجيلي صفر، وقف في ديك البلاصه وبدا كيبلاصي في الطوموبيلات. صراحه ما عرفتش علاش ما فكرتش في هادي. كانوا عندي شويه ديال الفلوس في جيبي، مشيت جبت جيلي من الجوطيه، كان باقي مزيان، جبته ب10 دراهم. جلست الغد ليه وخرجت كنقلب على شي كوان فين وقفت انا ونبدا نبلاصي في الطوموبيلات. صراحه فين ما درت كنلقى واقف غارديان وكيتسنى طوموبيلات باش يبدا يبلاصي فيهم. المهم كندور بقيت غادي، داتني رجلي لذاك الكارتي اللي فيه الفيلات، وانا كنت ضارب الجيلي صفر. بلاش تكونوا عارفين علاش كنهضر. تما فين كريسينا البنت انا وحسن شحال هادي. صراحه ما عرفت شنو قال لي عقلي. مشيت تقابلت مع الباب ديالهم وبقيت كنتسنى واش غادي تبان ليا ولا لا. واحد شويه بنت ليا خرجات، ركبات اخر ما كاين في البورش، لقاتني واقف، لاحت ليا 20 درهم ومشات. قلت مع راسي وبلان مزيان هذا، ولكن ما هضراتنيش، بقات منفخه. هادي باينه عليها شي بنت الفشوش. بقيت جالس تما لعل وعسى يبان شي واحد خرج. شويه خرج واحد الراجل كبير جا عندي قال لي واش انت جيتي تخدم هنا يا ولدي؟ حيت الراجل اللي كان خدام هنا مسكين راه توفى شحال هادي، وحنا ما لقينا حتى شي واحد اللي يجي يخدم هنايا. قلت ليه صراحه عمي انا كنت كندور وكنقلب على بلاصه ولقيت هاد القنت ما فيه حتى واحد وجلست. قال لي مزيان ولدي بقى تجي يوميا، حنا راه خاصنا نيت غارديان، الوقت ما تعرف شنو كتجيب. فرحت انا فاش قال لي هذيك الهضره. المهم مشيت جلست واحد شويه عاود رجع عندي قال لي هاك السوارت ديال هذيك الكاريطه سير جلس فيها. مشيت كنحل فيها، حليتها ولقيت واحد الكرسي وشي 3 ديال الجيليات معلقين وواحد الباراسول. المهم نقيت ديك الكاريطه، خرجت الكرسي وركبت الباراسول وبقيت جالس. شويه بداو الناس كيخرجوا، المهم كل واحد شحال كيحط ليا. دوزت واحد 3 ايام في داك الكارتي. جا عندي نفس الراجل قال لي واش ما كاينش شي دري اللي يبقى ينوب عليك بالليل، حيت صراحه بغينا شي واحد اللي يبقى يعس بالليل هنايا.
ما تخافش، قول ليه راه غادي نتهلاو فيه. ديك الساعه ما غيجي في بالي غير حسن. شافني داك الراجل كنخمم، قال لي فاش كتفكر ولدي؟ قلت ليه عندي واحد صاحبي ولكن ما عرفتش واش غادي يبغي يجي يخدم عساس ولا لا. قال لي غير قول ليه يجي، راه غنديروا ليه 4500 درهم في الشهر، غنتهلاو فيه. هنايا تصدمت، كنت غادي نقول ليه غادي نبقى خدام بالليل وبالنهار. تنقز قال لي راه زدناها ديك 500 درهم غير حيت غادي يعس بالليل، انت غتاخذ 4000 درهم. صراحة بقيت مبلوكي بلاصتي ومصدوم. بقيت كندورها في راسي كنقول 4000 درهم وداكشي اللي كيعطيوني هاد الناس فاش كيخرجوا في الصباح. صراحة تما كنجمع اكثر من 100 درهم غير من داك البورفوارات اللي كيعطيوني الناس. المهم وصلت العشية، مشيت للبيت لقيت حسن جالس. جلست انا واقترحت عليه الفكرة. بقى كيشوف فيا، قال لي اش غادي نصور بالسلامة من هاد الشيء، انا راه موالف كنحضر 10,000 ريال في النهار وكثر. قلت ليه شوف صاحبي، هاد الشيء راه ما خدامش ليك، وهاد الطريق اللي غادي فيها راه ما مخرجاكش. شي نهار غادي تدخل للحبس بالسرقة ولا غادي يقتلك شي واحد. قال لي شحال غادي يوليو يخلصوني، واش كاين شي ثمن مزيان بعدا؟ قلت ليه راه 4500 درهم. بدا كيضحك، قال لي ياك ما غلطتي، 4500 درهم كيجيبوها حتى الموظفين في هاد البلاد. قلت ليه ومالها، راه غادي تمشي تعس في واحد البلاصه انت عارفها مزيان. قال لي فين؟ قلت ليه داك الكارتي اللي جريسينا فيه داك البنت ورديت ليها الصاك. تعجب، قال لي انت شدك لتما. قلت ليه قصه طويله، داكشي جا غير صدفه، ما علينا. حسن قبل على العرض اللي قدمت ليه. المهم في الصباح مشيت انا، بقيت خدام حتى العشيه، وجا حسن بلاصتي. عطيتو السوار ديال الكاريتا وجيلي. قلت ليه الله يعاونك اخويا، ارد البال. ومشيت بحالاتي، دخلت للبيت ونعست. المهم صباح الصباح ومشيت كما العاده للخدمه. فاش وصلت لقيت حسن ما كاينش. فاش حليت الكاريتا لقيتو كيشخر. فيقتو قلت ليه اودي هذه هي العسه، خدمنا بكري. كيرمش عينيه وقال لي انت مشيتي نعستي وانا خليتيني هنايا مبلق عينيا، ماشي حشومه عليك؟ كنت بعزي تجبتيني لهاد القهره. قلت ليه غادي تجرب فلوس الحلال وغتفهم شنو كنقول لك. المهم بقينا جاوين انا وياه شويه. خرجت هذيك البنت، صراحه كانت كتهلا فيا ولكن كانت متكبره شويه، كنحس بها حاسه براسها. عيطات عليا، قالت لي واش انت غتبقى تدخل لينا الشمكاله لهنايا؟ هادشي راه ما مقبولش. ما خلاتني تنشرح ليها، عطاتني 50 درهم ومشات. رجعت عند حسن، قال لي شنو قلت لك؟ قلت ليه والو، واش ما غاديش تمشي تنعس ترتاح؟ قلت ليه نسيت على شنو درتي اصلا لقيتك ناعس. قال لي المهم انا غادي نخليك. بقيت جالس انا تمايا. النهار كيدوز دغيا، جات هذيك البنت قلت لي مزيان ملي درتي عقلك. قلت ليها علاش كدوي؟ ما فهمتش. قلت لي راك عارف داك الدري اللي شفتو معاك قبيله كان كيبان بحال شي شفار. قلت ليها حدك تما، هذاك راه صاحبي واصلا هو اللي غادي يولي يعس لكم هنايا بالليل. قلت لي ما ترفعش عليا صوتك. قلت ليها شكون انت بالسلامه في ملك الله. خرجت من الطوموبيل وزدحت الباب ومشات كتجري. بنت لي دخلنا ما غاديش نتفاهم انا وياها، حاسه براسها ومعفره بزاف وانا ما عنديش معها بحال هاد النوع. المهم رجعت للكاريطه ديالي وبقيت كنمارس الخدمه ديالي اللي كيعطيوها ليا دوك الناس. المهم اللي قالوها ليا كنمشي نديرها، اللي بغى يغسل طوموبيلتو وها اللي بغى يشطب قدام الباب. المهم كندير كلشي. زيت الشطابه ديالي وبديت كنشطب. المهم
وصلت حدا دار ياقوت، تحنيت كنعمر داك التراب اللي جمعته وخرجات. شفت فيا واحد الشوفة ناقصة، ما عرفتش شنو كانت كتقول مع راسها. سمعتها قالت قليل الترابي، وانا النوض خرجت فيها عيني خلعتها. قلت ليها انتي يا قليلة الترابي جمعي راسك. المهم ما سكتش ليها، حيت بحال هاد النوع كتسكت ليه كيبغي يطلع لك فوق الراس. مشات كتجري كما العاده، ركبات في طوموبيلتها وكسيرت بالجهد. المهم دازو ليام وبقينا انا وياقوت كل نهار كنتناقرو ديما، ما كاينش شي نهار اللي كيدوز ما كنتخاصمش معاها. المهم دازو شهرين، واحد النهار تفكرت البلاصه اللي جيت منها وتفكرت والديا. صراحه توحشتهم بزاف، مده طويله هادي ما شفتهمش، ما عرفت واش غادي يبقاو عاقلين عليا ولا لا. المهم واحد النهار جمعت حوايجي وقررت نمشي للدوار. خليت حسن بلاصتي هو اللي غادي يبقى يقابل بالليل وبالنهار. مشيت شريت ليهم الديسير وشريت الخضره وشريت شي لعيبات للوالده وجده حتى هي ما نسيتهاش. مشيت للمحطه، ركبت الكار اللي كيدي اقرب بلاصه للدوار. المهم ركبت وصلت لذاك الفيراج وعرفت راسي خصني نضرب مسافه طويله بزاف باش يلا نوصل، حيت داك الدوار كان بعيد ديال بصح غادي خصني نهار ديال الطريق. المهم مشيت كنسول واش غنلقى شي واحد اللي غادي يهز ليا هادشي ديالي بشي حمار ويوصلني حتى للدوار. سولت واحد الراجل قال لي اولدي واش انت شحال هادي ما جيتيش لهنا؟ قلت ليه تقريبا شي 6 سنين ولا 7 سنين. قال لي دابا راه دازت واحد الطريق واخا هي على قد الحال ولكن راه كيدوز فيها الحديد. صراحه فرحت. قلت ليه شكون غادي يقدر يديني لتما؟ قال لي انا راه عندي واحد بيكوب نديك ولدي. صافي مشيت ركبت معاه وهزينا داكشي اللي جبت لموالين الدار. تمينا غاديين كيسولني داك الراجل انا ولد من. فاش قلت ليه شكون انا قال لي راه كنعرف الوالد ديالك وجدك حتى هو كنعرفو الله يرحمه. صراحه فكرني فيه، واخا هكاك ما قدرتش ننسى داكشي اللي دوزتو مع جدي. وصلنا للدار، نزلت السيكان ديالي وخلصت الراجل ومشى بحالاتو. بديت كندق، ما سمعني حتى واحد. هزيت واحد الحجره كنهرس بها الباب، كنسمع الوالد كيغوت. صراحه ما عرفتش كيفاش غتكون ردة الفعل ديالو فاش غادي يشوفني. كيقول لي وبشويه على داك الباب هرسوه، واش ما كتعرفوش تدقوا بشويه؟ وانا شداني الضحكه. فاش خرج لي عندي قال لي نعم ولدي. انا كنت عارف الوالد ما غاديش يعقل عليا، حيت صراحه تبدلت بزاف. ربيت اللحيه وبياضيت المدينه، ما بقاش فيها داك الوسخ. ماشي كنطيح من الناس اللي ساكنين في الباديه، ولكن راه كاين الفرق بين الناس اللي عايشين في الباديه والناس ديال المدينه. الوالد بقى كيشوف فيا، حيدت الكاسكيطه وشاف فيا لمده 10 ثواني. شويه بان لي رجع اللور. قال لي ولدي محمد. ابتسمت، حركت راسي جا نقز عليا وكيعنقني. قال لي حشومه عليك ولدي، علاش خرجتي من الدار؟ امك كانت غتموت بالفقصه. وانا الدموع كيطيحوا بدون شعور. قلت لي غير اسمح لي الوالد، ولكن راه خرجت في لحظه غضب. قال لي واش ديك المعزه اللي بقات فيك راه رجعتها؟ دابا كبرات ولاو عندها وليدات. قلت ليه ما ديرش في بالك الوالد، ماشي مشكل، داكشي فات. شويه كنسمع الوالده كتعيط على الوالد كتقول ليه شكون جا سعيد. هو ما كيردش عليها، حتى جات بغات تشوف. لقاتني بقات واقفه شويه وجات كتجري عندي. سبحان الله، الاحساس ديال الام واخا تبدل 180 درجه غتعرفك. المهم تلاحت عليا وكتبوس فيا، بقات غير كتبكي وكتقول ولدي رجع. المهم قال لي الوالد
دخل ولدي، ما تبقاش واقف في الباب. دخلت، بنت ليا واحد البنت صغيره كتلعب في الدار. فاش سولت الوالده قالت لي هذه اختك ولدي. صراحه تصدمت، ما كنتش عارف باللي عندي اختي، وبقى فيها الحال حيت ما درتش بحسابها وما جبت ليها والو. المهم دخلنا للبيت، بديت كنجبد دوك الحوايج اللي جبت ليهم كلهم، قيسوهم وجاهم داكشي هو هذاك. فاش جبت داكشي اللي جبت لجده قلت لهم اجي بعدا فين مشات جده، ما بانتش ليا في الدار. شافوا في بعضياتهم وقالت لي الوالده جدك الله يرحمها ولدي ماتت عام ونص هادي دابا. ما شعرتش براسي تبداو الدموع كيطيحوا، واخا ما ربيتش على الكبده بزاف بحال جدي، ولكن بقى فيها الحال. الوالد ذبح جدي على قبلي، كانوا فرحانين بيا بزاف. صراحه كليت واحد الغدا معتبر في ذاك النهار، كان عندهم بحال العيد حيت رجعت، وبدات الايام كدوز. دازت شي 20 يوم تقريبا، ولكن شفت وبان لي البلان ما مخرجنيش بهاد الجلسه في الدوار. قررت نمشي بحالاتي للمدينه، قلتها ليهم ما سقاوش بيا، ولكن قلت ليهم راني خليت الخدمه ديالي تما وغير صاحبي اللي مقابلها. الغد ليه جمعت حوايجي وهبطت الفيلاج وشديت الكار طلعت للمدينه. ما بغيتش نمشي عند حسن نيشان ومشيت لذاك البيت. كان عندي الساروت، دخلت دوشت عليا ومشيت جبت عليها بواحد النساء تل ديك الخمسة ديال العشيه. عاد نط ما كاين ما يدار، لبست حوايجي ومشيت عند حسن. ما كنتش عالمو باللي غادي نجي. فرح فاش شافني قال لي علاش ما قلتي لي والو، كنت غادي نمنك اليوم ونقاد البيت راه خليته مرون. قلت ليه راني عارفك كيفاش داير، واش انا براني باش تقاد البيت؟ المهم بقينا كنهضروا انا وياه واحد شويه. دازت ياقوت، انا كنت جالس في الكاريطه وحسن كان جالس حدايا ومجمعين. هي ما شافتناش، دخلت للدار زربانه ما عرفت اش كانت غادي تجيب. شويه قال لي يا حسن هاد البنت ديما كتسول عليك من نهار مشيتي من هنا. واحد النهار طلبت مني مرتك وانا ما بغيتش نعطيها ليها، خفتك لا تقلق ولا شي حاجه. قلت لي سير الله يبقالك اخويا حسن، انت ما بغيتيش ليا الخير. بدا كيضحك قال لي ما كنتش عارفك عندك مع البنات. قلت لي غير نسى حسنيت اللي ما عطيتيهاش النمره، غير غادي تبرصني وغادي نبقاو مناقرين حتى في التليفون. خرجت من الدار وتمات قصده حسن. قلت ليه عافاك اخويا حسن، غسل لي الطوموبيل ديالي راه عندي موعد مهم وغادي يجيو عندي شي ناس. حسن قال لي واخا اختي ياقوت. بنت لي متفقه مع حسن اكثر مني. قال لي حسن بلاتي نسالي غير من هاد الطوموبيل وندوز لديالك. قلت لي صافي شكرا. لاحت ليه شي حاجه باينه غادي يكونوا الفلوس. دخل عندي حسن قال لي بغاتني نغسل ليها الطوموبيل. قلت ليه راه سمعتها، واش عطاتك شي حاجه؟ قال لي راه سخيه هاد البنت بزاف. قلت ليه ولكن متكبره. قال لي لا بالعكس. حسن خرج كيغسل ديك الطوموبيل الاولى باش يدوز لديال ياقوش. سالها من الغسيل شويه جا واحد التليفون. قال لي يا اخويا حسن بقى هنا هاني جاي دابا. وانا خرجت الكرسي وبقيت جالس قدام الكاريطه. شويه تمت ياقوت جايه ومعها 3 البنات. شافتني جالس تصدمات، بقات كتشوف فيا شي شوفات ما فهمتهمش، حتى انا كنشوف فيها. مادام انها ما بغاتش تحشم وتهبط عينيها حتى انا ما غاديش نحشم. جات عندي مدات لي يديها، سلمت عليها قالت لي ايوا على سلامتك بعدا. صحابني متي ولكن انت عندك 7 الرواح. قلت لها مش انايا عندي 7 الرواح. قلت لها في خاطري الله يعطينا وجهك. قالت لي فين مشى حسن؟ قلت لي راه جا شي تليفون ومشى يشوف اش واقع. قالت لي ايوا نوض غسل لي الطوموبيل. ودوك البنات كيشوفوا فيا وكيهضروا باينه كيهضروا عليا. جاو بغاو يسلموا عليا، قلت لهم ياقوت هذا عساس. صراحه بنت العبد حرجاتني. قلت لها عافاك ما تبقايش تحرجيني بحال هكا. قلت لي ايوا راك انت غير عساس، واش ما راضيش براسك؟ ما ديتش عليها. النهار الاول هذا ما بغيناش نخسروا المورال. قالت لي نخرج نلقاك غسلتي الطوموبيل. قلت لها شي ديك الطوموبيل والله لا غسلتها، تسنيت يجي حسن اللي وصيتيه وهو غادي يغسلها. بقات كتنقر وزيد داك الصل ديال الماء اللي كيغسل به حسن الطوموبيلات كان عامر بالغيث. شديتو وخويتو على ديك الطوموبيل.
ودوك البنات كيموتوا بالضحك. مشيت ضربت داك الكرسي برجلي تتلاح الشانتي ومشيت بحالاتي. واحد شويه تنادم معايا الحال ورجعت لقيت ياقوت والبنات دخلوا. الطوموبيل بقات كما هي، حسن مازال ما جاش. هزيت داك السطل عمرته بالماء وهزيت بونجا وبديت كنغسل في الطوموبيل. خرجت ياقوت لقاتني جالس وطوموبيلتها نقيه. قالت لي واش غسلتيها؟ ما درتهاش. مشات ركبات وركبوا معها البنات، ضربات الدوميتور لاحت ليا 50 درهم. بقات واقفه كتشوف فيا. شديت ديك 50 درهم كمشتها ولحتها ليها في الطوموبيل تاع الصباط. هي كتهضر وانا جبت لي زيكوتور درتهم في ودني ما مسوقش ليها. دوك البنات كيضحكوا، هي ما رضاتش وكسيرت بالجهد. شويه جا حسن قال لي واش ياقوت مازال ما جاتش؟ قلت ليه صافي راه قضيت الغرض. قال لي ياك انت اليوم ما خدامش وما جايبش معاك حوايج الخدمه؟ قلت ليه ماشي مشكل، نولفوا على الخدمه ونصبروا. المهم بقيت مع حسن حتى الجويه العشاء. قال لي سير ترتاح. قلت ليه انا راه نعست من 11 حتى 5 ديال العشيه عاد جيت عندك. صافي بغيت نعاونو شويه ونصيفطو يرتاح. قلت ليه غير سير اخويا حسن انا نجلس لك هاد الليله. هو ما بغاش ولكن انا حكرت عليه حتى صيفطو. بقيت جالس تما بوحدي. صراحه خصني نشوف شي كلب اللي يبقى يونسني انا وحسن هنايا، واخا ما يحتاجش ولكن فكرت فيها. بقيت جالس مثل ديك 10 ديال الليل. يلا بغيت ندخل تمات ياقوت جايه. هبطت من الطوموبيل ومشات للمالا. هزات منها واحد الشنطه صغيره سداتها وبغات تمشي للدار. شويه كيبانوا ليا واحد الجوج في واحد السي 50 بانوا ليا قاصدينها وباينه ناويين على خزيت. انا كنت رد معاهم البال ولكن هي لا، جابت التليفون وكتشوف فيه. مسخت الوالدين كانوا محمرين في ديك الشانطه. مشيت قربت لياقوت. يلا قربوا لي هذوك خوتنا. مد هذاك اللي كان راكب اللوري يديه باش يخطف ليها شانطه وانا نضربها ليه. نزل كيشوف فيا، جا قاصدني بغى يضربني ولكن لقاني على القرص. عطيته واحد الضربه للنيف تنشرته في الارض. هبط صاحبو هز واحد 17. فاش شفتها ياقوت بدات كتغوت. حيدت الجاكيطه ديالي لويتها على يدي وبديت مضارب معاه. ضربت ليه ديك الجنويه وتلاحيت عليه. بديت كنضرب شويه تيحني للارض. كان باغي يهز ديك الشنطه ويهرب. دفعته برجلي زيد ديك الشنطه لحتها في الجرده ديال الفيلا اللي ساكنه فيها ياقوت وهي مازال كتغوت. لحت داك خونا عاوتاني وتكيت عليه. بديت كنعطيه للوجه، شرشمت ليه لا في الشور ديال وجهه. ياقوت كتغوت. شويه حسيت بواحد الضربه في ظهري وشي حاجه سخونه هابطه معاه. فاش درت لقيت خونا اللي كنت ضربته في الاول واقف وكينهج. بدات كتبان ليا الضبابه. نط بغيت نضرب ولكن ما قديتش، طحت على ركابيه وياقوت كتغوت ما عرفاتش شنو دير. دوك الجوج فاش شافوا داك البلان ركبوا الموتور ديالهم وعلقوا وانا كتبان ليا غير الضبابه. صافي قلت الموت هادي. ياقوت كتبكي وانا متكي على رجليها. قلت ليها ياقوت بغيت نقول لك شي حاجه. عقلتي على داك النهار فاش خطفوا لك الصاك وضربوك؟ غتكوني عاقله على داك النهار مزيان. هذاك اللي ضربك كان انا اللي ضربتك بنص تحطي فوق التروطوار ومشيتي للكلينيك. بقى فيا الحال. رجعت داك الصاك ولكن هزيت منه واحد التصويره والتليفون هزو عشيري. قلت ليه ما تهزوش ولكن هو ما سمعش لهضرتي. ديك التصويره بقات عندي وهي دابا نيت راه عندي في جيبي. ياقوت تصدمات قالت لي مالنا على هاد الهضره دابا؟ انت كتموت وكتقول لي انا اللي خطفت لك الصاك. قلت لها ياقوت الضبابه مشات من عيني ديك اللحظه. انا كنبغيك بزاف من نهار شفتك وما بغيتيش تحيدي ليا من بالي. واخا كتشوفيني كنقول عليك وكنت جابد معاك في الهضره غير ما كنقدرش نصبر على حقي. صافي ديك اللحظه حسيت براسي كنغيب. غمضت عيني وحليتهم في الكلينيك. دورت راسي لقيت ياقوت جالسه حدايا وحسن جالس من الجهه الاخرى. شافتني غوتات مشات كتعيط على الطبيب. قالت ليه ها هو فاق دكتور. الطبيب بدا كيسول فيا شنو سميتك في اي نعم حنا. صدمني. قلت ليه شحال وانا ناعس هنايا.
قال لي يا 5 ايام دابا انت ناعس. ديك الضربه كانت غارقه بزاف، وكون مالا ياقوت اللي جابتك في الوقت، كون مشيتي عند الله. فاش شفت فيها لقيتها كتبكي. قال لنا دكتور نخليكم دابا انت فقتي وليتي بخير، غير واحد اليومين وغتخرج. المهم مشى خرج، سد موراه الباب. قلت لي ياقوت سمحي لي بزاف على داك الشيء، انا ما كنتش قاصد داك النهار نضربك، ولكن راه كليت واحد المخدر خلاني ما كنتحكمش في راسي، تلحت عليا عنقاتني، ما فهمت والو بصراحه. قلت لي راك عتقتيني وعتقتي الاملاك ديالي. هذيك الشنطه اللي لحتيها في الفيلا كانوا فيها اوراق اللي مهمين بزاف وشي شيكات خاصين بالشركه والدار. صراحه قصحتني بديك التعنيقه، ولكن ما كنتش ساخي نقول لها حيدي. عقت براسها، قالت لي اسمح لي عافاك. قلت لها انت اللي سمحي لي، عذبتك معايا، غادي نعيط على حسن باش يجي يخلص التكاليف. قالت لي بلا ما تكلف راسك، انا خلصت كل شيء. قلت لها شكرا بزاف. قالت لي غدا وجد راسك غادي تمشي معايا للفيلا. قلت لها لا بلاش، غادي نمشي مع حسن صاحبي، هو غادي يتكلف بيا تنبرا. قالت لي هضرت معاك، ما تبقاش تزيد معايا الهضره. صافي نعست حتى الغد ليه ياقوت جابت لي الفطور. شويه كتبان لي واحد الفرمليه داخله بواحد الكرسي متحرك، حطوني فيه وداتني ياقوت الفيلا. كانت عايشه هي والحاجه اللي هي امها، وهاد الحاجه كانت عندها الصحيحه غير على قد الحال. المهم دخلوني لواحد البيت الخوت، شنو غنقول لكم، يضرب هذاك اللي عايشين فيه بشي 5 د المرات، واخا تلعب فيه الطبوريضه. واحد الناموسيه نعست عليها، حسيت براسي بريت. ياقوت كدير فيا شي شوفات اللي غراب بزاف، عاونتني حتى تكيت بلاصتي، غطاتني بواحد ليزار، قالت لي نمشي نخليك ترتاح. مشات وخلات ريحتها موراها. صراحه ما سخيتش بها. نعست شويه تسمعت الدقان في الباب. ياقوت داخله وهز معاها واحد الصينيه ديال الماكله، جابت لي نتغدى. بغات توكلني بيديها، قلت لها ما كاينلاش، انا راه باقين عندي يدي الحمد لله، بلا ما تبالغي بزاف عافاك. مشات جلست في الفوتوي اللي كان في داك البيت مقابله معايا. قلت لي اسمح لي لا ديرونجيت. قلت لها ماشي مشكل، صراحه انا اللي متقل عليكم. قالت لي ما تقولش هاد الهضره، انت راه عتقتيني، يعلم الله شنو كانوا غيديروا لي دوك الشفاره. بديت كناكل. ياقوت كتشوف فيا، ما حيداتش عينيها عليا. قالت لي فاش ضربوك هادوك بالموس وكنتي كتغيب، قلتي لي واحد الهضره ما بغاتش تخرج ليا من بالي. قلت لها واش حيت شفرت ليك الصاك بقى فيك الحال على التليفون اللي مشى ليك؟ قالت لي لا. قلت لها شنو التصويره؟ ها هي راه باقا عندي، الا بغيتي نرجعها لك. قالت لي حتى هي لا. قالت لي تفكر مزيان. تفكرت باللي زبلتها، قلت لها راه كنبغيك، وحلت ليا وبديت كنكحب. وياقوت بدات كتضحك على الجد. قلت لها ما عقلتش شنو قلت لك؟ قالت لي مزيان. جابت لي الماء شربت. قالت لي صراحه حتى انا بقيت ساكته. قلت لها حتى انتي شنو؟ قالت لي حتى انا بغيتك من النهار الاول، داكشي علاش كنت كندير دوك التصرفات، واش غترد لي البال ولا لا؟ صراحه عجبني الحال، بديت كنضحك. قلت لها واش انتي كنتي كتنقري عليا وبغيتي يعجبني الحال؟ قالت حيت كيقولوا الدراري عزيز عليهم البنت اللي عنيده. قلت لها ماشي كلشي، كل واحد والتفكير ديالو. المهم بقات مقابلاني ياقوت، وكنت عشت دوك الايامات بحال شي مالك. بديت كنبرا. واحد النهار قالت لي ياقوت واش بغيتي نخرجك؟ قلت لها صراحه ما كرهتش، طلع ليا هاد البيت في الراس. صافي خرجنا، مشينا حدا البحر. ياقوت مشات تجيب شي حاجه ما ناكلو، خلاتني جالس. جا حدايا واحد العزوه افريقي كيبيع دوك الخواتم ديال بلاكيور. المهم خديت عنده واحد الخاتم، قلت ليه يديروا لي في بواطه. فاش رجعت ياقوت جابت القص كلينا، بقينا جالسين مجمعين واحد شويه. بغيت نقول لها شي حاجه ولكن كنت متردد، ولكن قلت غادي نقولها واللي ليها. كنا معترفين بالحب ديالنا لبعضياتنا، ولكن ما عرفتش واش مستعده لهادشي اللي غنقول لها ولا لا. وقفت وياقوت حتى هي وقفت. قالت لي فين غادي؟ جلست على ركابيه، جبت ديك البواطه اللي فيها الخاتم،
حليتها وقلت ليها واش قبلي تزوجي بيا. ياقوت تصدمات وشدات وجهها بيديها بجوج، ما عرفاتش شنو تقول. عاودت ليها قلت ليها ياقوت واش تقبلي تزوجي بيا ونكونوا انا وياك في الحلال. نوضاتني عنقاتني قالت لي انا موافقه بزاف. بديت كنضحك. المهم مشينا كنجري واخا الجنب ديالي باقي دارني بديك الضربه ديال الموس. المهم عشت السعاده في ذاك النهار. دازوا الايام وحنا على نفس الحال. ياقوت قالتها للحاجه، وصراحه الحاجه ما كتعارضش ياقوت في القرارات ديالها. بدينا كنوجدوا للعرس. جا نهار العرس وانا وياقوت فوق العماريه. كيبان لي حسن كيهضر مع واحد البنت من دوك الثلاثه اللي كانوا مع ياقوت. نهار خويت ليها الغيث على الطوموبيل. المهم داز كلشي هو هذاك. من بعد شهرين ياقوت حملات، وانا مازال ما قلت لوالديا تزوجت ما والو. دوزت البيرمي وقديت كاع المسائل ديالي. مشيت للدوارة، ولكن هاد المرة بالطوموبيلة ديالي مرسيدس ام جي اخر موديل. انا وياقوت غاديين في الطريق وكتشوف ديك الطبيعة وعاجبها الحال. وصلت للدار عند والديا، دقيت وفرحوا بيا. عرفتهم على ياقوت وبقى فيهم الحال حيت ما عيطتش عليهم. قلت لهم كلشي جا على غفلة، ولكن غادي نعوضكم. بنيت للوالد واحد الكوري كبير تما وفيرما. صراحة فرح بزاف. حفرت ليهم بير في الدوار، كلشي كيدعي معايا. صافي دازو ليام. ياقوت قربت تولد. ديتها للكلينيك، بقات جالسة تما نهار ونص. هنا شدها الوجع ديال الولاده. زاد عندها دري كنت فرحان به بزاف، خرجوه ليا دنت ليه في ودنيه. فرحان به. سميناه انا وياقوت لؤي. موت ياقوت هي اللي كانت باغا هاد السميه، وانا ما قدرتش نقول لها لا. صافي داز كلشي بخير وعلى خير. دوزت ليه واحد السبوع مترتق. انا فرحان وكنشوف ولدي كيكبر قدام عيني، ومرتي فرحانه بيا وانا فرحان بها. المهم هذه هي قصتي. كنتمنى تكون عجباتكم واستمتعتوا بها. شكون قال غادي نتبدل من وضع الدوار اللي كان بسيط لواحد لاباس عليه وعنده فيلا وجوج شركات. ما عمركم تفقدوا الامل في الدنيا، وديما ديروا رجاكم في الله، واهم حاجه هي الصلاه. الا بغيتوا الله يسهل عليكم.